الامتحانات الوطنية اللي كانت محدة هذه مدة طويلة، خاصة البكالوريا ولو بروفي لو بي او ام، باسكو الامتحان تاع السنة الخامسة كان من قبل رمضان. في للبكالوريا والبي او ام سيتم رزنامة الامتحانات قبل شهر رمضان، والتحديد بدقة غادي نعملوه مع لجنة اللي غادي نكونوها مع كل شركاء، فيها النقابات وفيها جمعية الأولياء التلاميذ. ها هي الوزيرة نورية بن غبريط يبدو أنها تسير على خطى المملكة البريطانية المتحدة هذه الأخيرة، التي قررت إجراء عدد من الامتحانات المهمة في المرحلة الثانوية والتمهيدية للجامعة قبل بداية شهر رمضان، خشية تزامن صيام الطلبة المسلمين مع الامتحانات، فضلا عن تفكيرها في جدولة الامتحانات كل عام لتراعي آراء المجموعات الدينية والمدارس والكليات. إذن بن غبريط تقرر، أو لنقل تتراجع عن تصريحاتها السابقة وتعلن عن مسعاها الرامي إلى إجراء امتحانات نهاية السنة الرسمية قبل شهر رمضان، وهو ما تباينت حوله مواقف نقابات القطاع. امتحان نهاية السنة ليس رمضان ولا بطولة العالم تاع كرة القدم إلى آخره، ولكن انتهاء البرنامج في ظروف حسنة. امتحانات تغييرها هو أكثر من ضروري. نظن بأن إعادة النظر فيها وفتح النقاش فيها أمر مهم بالنسبة لنا. رمضان إذا كان هذا العام نستطيع أن نتقدم عن رمضان، ماذا نفعل العام المقبل؟ يعني ماذا نفعل العام المقبل؟ وهكذا. هي بشرى وتطمينات لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث، فهم سيجرون امتحانات نهاية السنة بعيدا عن عطش وحر شهر رمضان الفضيل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل مسؤولي قطاع التربية يفكرون حقا في استراتيجية لضمان إجراء هذه الامتحانات في السنوات القادمة في شهر رمضان مع توفير الظروف المناسبة من مكيفات هوائية سيما في المناطق الصحراوية؟